السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ندرس نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. تمام. قال المصنف: وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. والقيء ملء الفم. والقيء ملء الفم وإن قاء دما أو قيحا نقضا وإن لم يملأ الفم. وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض. وينقضه النوم مضجعا، وكذلك المتكئ والمستند والإغماء والجنون. هذه نواقض الوضوء. هذه نواقض الوضوء نحن ذكرناها إجمالا كما ذكرها المصنف في الكتاب، لكن الآن نبدأ نوضح ما هي هذه النواقض. نعم تفضل. نعم. Если это наджасан, был наджасан и не был наджасан, بعد ذلك يعني ماذا ينقض الوضوء؟ أخذه؟ نعم. أنت اقرأها بالروسي كما أنا قرأتها. Портит омовение то, что выходит из двух путей, и то, что не входит, и то, что сверх этих двух путей, да, из инкана наджисан, то есть из тела человека то, что выходит наджисан, да, портит. Васаля ан росил джархи, и то джурхи, и то, что выходит из раны, это тоже портит. Валкой мил'а вальфам. Если рвота, да, рвота, если наполняет рот, когда, да, это тоже портит ткань. Если, да, рана человека, да, и дам это кровь, да, кровь из раны выходит, а дам яхрудж, то это тоже выходит. Если кровь от раны протекает. أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم. قيحا هذا يعني قيح الذي يخرج من الجرح من الدم بعد الدم أو مع الدم أحيانا مادة صفراء تخرج. гноя, когда гноя тоже выходит из раны, это тоже портит ткань. نقض وإن لم يملأ الفم. وقيحا نقض وإن لم يملأ الفم. يعني إذا خرج هذا حتى وإن لم يملأ الفم نقض وضوءه. يعني هذا من داخل يخرج. نعم. если вышло هذا شيء أصفر. نعم. هذا سنوضحه في الشرح. أنت اقرأ الآن. وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض. وينقضه النوم المضطجع. Сейчас أستاذ شاف زوال ألبسني. Сейчас послушаем. نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ هي أشياء إذا فعلها المتوضئ أو وقعت منه حدثت منه بطل وضوءه. هناك أشياء أنا متوضئ الآن، إذا هناك حدث مني بعض الأشياء خرجت مني أنا كمتوضئ بطل وضوئي وعلي أن أعيد الوضوء مرة أخرى إذا أردت الصلاة. Если, да, есть определенные вещи, например, я взял омовение, да,
Есть определенные вещи, которые портят омовение. И сейчас расскажем об этих вещах. То, что портит омовение. أول شيء ينقض الوضوء يا أولاد وينقضه كل ما خرج من السبيلين. ما معنى السبيلين؟ السبيلين معناهما مخرجي البول والغائط، القبل والدبر. إذا تبولا، تمام، إذا أخرج بولا أو أخرج ريحا أو أخرج مثلا غائطا، تمام، هنا في هذه الحالة هو انتقض وضوءه، بطل وضوءه. يبقى إذا كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من القبل والدبر، هذا ينقض الوضوء. Первое это то, что выходит из двух путей. Ну, все понимаем, да? То, что выходит, то, как ни было, да, что ни было, которое выходит из двух путей, то портит омовение. Первое это. وينقضه كل ما خرج من السبيلين فقط لا ومن غير السبيلين. Если, то есть, который не является из двух путей, то есть другое, да, которое выходит из тела. بشرط أن يكون نجسا وسال عن رأس الجرح، وهذا يقصد به الدم. الدم إذا خرج هذا من غير السبيلين، السبيلين القبل والدبر، تمام، لكن من غير السبيلين مثل ماذا؟ أي مكان في جسم الإنسان خرج منه جرحا وسال الدم من هذا الجرح، خرج وسال، هنا بطل وضوء هذا الإنسان. Шарт, да, то, что выходит из тела человека, да, должен быть наджаса. Это портит омовение. Васаля ан расил джуф. И то, что выходит от раны, то, что выходит, это портит омовение. لو نظرنا هنا نجد فاء ومن غير ومن غير فاء ومن غير السبيلين فاء. ما معنى فاء؟ قلنا شافعي. هنا الإمام أبو حنيفة يقول إذا خرج الدم، تمام، وسال عن رأس الجرح، ماذا نفعل؟ بطل الوضوء. صحيح؟ هذا رأي أبو حنيفة. إذا خرج الدم وسال عن رأس الجرح بطل الوضوء. الشافعي يقول لا، إذا خرج الدم من الإنسان حتى لو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. لذلك قلنا نحن إذا رأينا حرفا من هذه الحروف، ميم محمد، سين أبو يوسف مثلا، فاء الشافعي، نعرف أن هناك رأيا آخر لهذه المسألة. هنا أبو حنيفة يقول إذا خرج الدم بطل الوضوء. الشافعي يقول إذا خرج الدم حتى ولو كان كثيرا لا يبطل الوضوء ولا ينقض الوضوء. لذلك هو أشار هنا بحرف فاء، يعني الشافعي له رأي آخر وهو أن الدم لا ينقض الوضوء. Здесь Абу Ханифа сказал, что кровь, да, если выходит, не нарушает омовение. А Шафии сказал, в шафийском мазхабе, что если кровь выходит, да, даже если крови много, то это не нарушает. И здесь да, харфы, это указывает, что в этом мнении, то есть в этом вопросе есть другое мнение, как бы. То есть мазхаб как. И здесь это указывает на имам الشافعي فيعني يدل للشافعي. نعم، هم أخذ ذلك في الحصة الأولى. طيب، أبو حنيفة يقول إذا خرج الدم من غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح نقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ أبو حنيفة يقول أن الدم إذا خرج وسال عن رأس الجرح ينقض الوضوء. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل. الوضوء من كل دم سائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قاء أو رعف أي نزل الدم من أنفه، من هنا دم. إذا من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ. هذين دليلين على ماذا؟ على أن الدم إذا خرج وسال عن رأس الجرح انتقض الوضوء. И если, да, Абу Ханифа сказал, если кровь, да, рана, то, что уходит из раны, да, кровь, то портит. И далил на это, он, то есть мазхаб Абу Ханифа взял из слова пророка, который сказал, они сказали, коля устаз. الوضوء من كل دم سائل. Надо, как бы, омовение от каждой раны истекающей, как бы.
истекающий. Омовение портится, да? Да, омовение портится. И от этого хадиса взяли и сказали, что портит омовение. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل آخر: من قاء أو رعف في صلاته، أي خرج الدم من أنفه في صلاته، فلينصرف وليتوضأ. وهذا دليل على أن الدم ناقض من نواقض الوضوء. قاء أخرج من فمه. الدم أو لا، من قاء أشياء عادية. لا يعني سائل لونه أصفر. لا، من قاء قيء عاديا هذا له حكم آخر الذي تقول عنه أنت ده. من قاء أشياء عادية مثل القيء. если рвота مثل قيء. القيء لا، هذا قيء ليس قيح. من قاء أي أخرج من معدته أشياء، من بطنه أشياء، أكل كثيرا ثم حدث له شيء ليس جيد فأخرج ما في بطنه. если у кого-то вышел هذا في الصلاة. نعم، في الصلاة أو غير الصلاة. если у человека вышло из желудка что-то, какие-то вещи, то это портит омовение. Сейчас объяснит. Если пошел из носа кровь, то это тоже портит омовение. То есть Пророк сам сказал. из этого хадиса взяли. وهذا دليل أنه إذا قاء في الصلاة أو خرج منه دم في الصلاة ينصرف، يترك الصلاة ويخرج ويتوضأ ثم يعيد الصلاة بعد ذلك. نعم، فسد وضوءه لأنه خرج منه الدم، والدم ناقض من نواقض الوضوء عند الإمام أبو حنيفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعاد الوضوء من 7. يعاد يعني الوضوء يتم إعادته مرة أخرى، أي يتوضأ من جديد من 7 أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم عد منها القيء من الفم، والدم السائل، والقهقه، والنوم. هذه الأشياء إذا حدثت من الإنسان بطل وانتقض وضوءه. تمام؟ Анна Исаасан, что Пророк сказал, надо, то есть возобновить омовение в 7 вещах. عد منها النبي، ذكر منها القيء من الفم، это то, что выходит изнутри человека. والدم السائل، это кровь истекающаяся. والقهقه، هذا ضحك بصوت مرتفع، да. То есть когда человек громко смеется. والنوم. والنوم لا هذا يأتي بعد ذلك سنقول ذلك، سنشرح ذلك. يعني الضخ يعني عليه ضخ يعني هذا ينقض الوضوء. ضخ ماذا؟ ضحك. الضحك بصوت مرتفع، القهقه، نعم، تبطل الوضوء عند الإمام أبو حنيفة. أنا شيء مريض ومذهب أبو حنيفة. سنأخذ الآن نشرح. نشرح الآن. الإمام أبو حنيفة عندما قال ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين، من البول والغائط ومن القبل والدبر، ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال، لابد شرط إسالة الدم عن رأس الجرح. لكن أنا هناك جرح في يدي والدم موجود في الجرح، تمام، أنا أنظر أجد جرحا وأجد فيه دما من الداخل، لكن الدم لم يسيل، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، بشرط ينقض الوضوء متى؟ إذا خرج الدم وسال، هكذا الدم. أما الدم إذا كان موجودا في الجرح من الداخل وأنت تراه، هذا لا ينقض الوضوء. إذا لم يسل عن رأس الجرح فلا ينقض. Имам Абу Ханифа сказал, что если у человека есть рана, и он видит кровь, это портит омовение? Нет, не портит, говорит. Если видит кровь, если кровь не истекает, должен истекать кровь. Когда портится? خلاص فهمنا؟ يبقى ينقضه كل ما خرج من السبيلين أو غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. والقيء ملء الفم، القيء إذا خرج شيء من المعدة أو من البطن، تمام، وخرج إلى الخارج، إذا ملأ الفم كثير لا أستطيع أن أمسكه، إذا ملأ الفم ينقض الوضوء. إذا ملأ الفم، والقيء ملء الفم. لكن إذا قاء شيئا قليلا هذا ليس فيه شيء. لكن إذا ملأ الفم، القيء إذا ملأ الفم هنا بطل وضوء. طيب ما الحكم إذا قاء قليلا ثم قليلا شت
قليل 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 لكن أكثر من مرة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ نعم تفضل. Yani rvota говорит. Если рвота, да, с полным ртом, когда, да, то портит объявление. А как будет говорить, если рвота, да, чуть-чуть по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть-чуть, это нарушает, говорит. يقولون نعم يقولون يعني. ينقض. أبو يوسف قال يعتبر اتحاد المجلس. ما معنى يعتبر اتحاد المجلس؟ أبو يوسف قال إذا قاء في مجلس واحد، أنا توضأت الآن قبل أن آتي إلى هنا، تمام؟ جيد، أنا متوضئ، ثم حدث قيء قليل، ليس مشكلة، قليل تحدثت ثم خرج قيء آخر قليل، ثم قليل قليل قليل، لكن إذا جمعناه أصبح كأنه ملء الفم، هذا ينقض الوضوء، لأنه اعتبر أنك تجلس في مجلس واحد وخرج منك هذا القيء الكثير، فهذا ناقض من نواقض الوضوء. هذا رأي أبو يوسف، تمام، لأنه جامع للمتفرقات. ومحمد هنا اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على اتحاده، تمام. لكن زفر قال ينقض القليل مثل الكثير كالخارج من السبيلين، حتى لو قاء قليلا هنا في هذه الحالة وجب عليه الوضوء مرة أخرى. زفر. نعم زفر. القيء. نعم لو القيء. القيء ليس القيح، هناك فرق بين القيء والقيح، هذا آخره همزة وهذا آخره حاء. نحن نتحدث في القيء وما يخرج من المعدة، تمام. يبقى هنا إنقاء ملء الفم هنا بطل وضوءه، لكن إنقاء قليلا 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 إن كان في مجلس واحد، تمام، قالوا بأنه هنا اتحاد المجلس، وهنا في هذه الحالة ينقض وضوء. زفر قال ينقض القليل مثل الكثير، يعني إذا قاء قليلا أيضا ينقض الوضوء. هنا قيء، هل فهمت عيسى أنت قيء؟ معنى قيء القيء ما يخرج من البطن، هو الأشياء أنت أكلت كثيرا، أكلت كثيرا ولم تستطيع فأخرجته، هذا هو القيء. قيح بمعنى هذا؟ لا، القيح هو الذي يخرج إذا كان دليل على أن هناك مرض في البطن، مثل في جراحة وأخرج أشياء ليست جيدة، هذا هو القيح. يعني أنت عندك هنا مثلا مرض وأصبحت يدك هكذا، إذا أنت فتحت تفعل هكذا هكذا تخرج أشياء ليس دما، أشياء أخرى، هذا قيح. قيح. نعم، هذا قيح أو صديدا يخرج أشياء ليست جيدة، ليس الدم يخرج قليلا لكن بعد ذلك تخرج أشياء أخرى، هكذا، هذا هو القيح. نعم. لذلك إنقاء دما أو قيحا نقض حتى وإن لم يملأ الفم. إنقاء يعني خرج منه هذا القيح وهذه الأشياء التي تدل على أن هناك جراحة، هناك دم خرج، فهذا ينقض الوضوء مباشرة حتى وإن كان قليلا. هذا رأيه؟ نعم، لا هذا كل لا، هذا رأي يعني أبو يوسف ومحمد وأبو حنيفة، لكن محمد قال لا ينقض ما لم يملأ الفم، حتى القيح ما لم يملأ الفم لا ينقض. لأن لماذا هو يعني هذا الكلام؟ المعدة يعني في الداخل هي ليست محلا للدم، ليست مكان للدم، والقيح إنما يعني خرج منها القيح، هذا دليل على أن هناك جرح، طالما خرج منها القيح هذا، تمام، أو دم أو خرج دم، هنا هو وجد الدم من المعدة، خرج بدل أن يخرج قيء أخرج دما من فمه من المعدة، هذا حتى وإن كان قليلا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن المعدة هذه ليست محلا للدم، ليست مكان دم، وخروج الدم منها يدل على أن هناك جرح سال منه الدم فخرج، ونحن نعلم أن الدم إذا خرج وسال ينقض الوضوء. ولذلك إذا قاء دما أو قاء قيحا أو أخرج هذا من المعدة وخرج من الفم حتى ولو لم يملأ الفم نقض وضوءه.
Если говорит, желудка человека рано несет, да? Рано. И как бы желудка кровь не выходит как бы, а выходит гной какой-то, да? И это говорит, нарушает омовение. Если нет рвоты, а есть гной, Да, ага. желудочно-стопная травма. ممكن نقول له يعني سائل نعم. معدة سائل نعم. يعني أصفر ممكن هذا نعم نعم هكذا نعم كثير والله كثير لا قليل ينقض الدم إذا خرج من المعدة لا قليل فقط ينقض ليس قليل فقط لأن هذا الدم إذا خرج الدم من المعدة ينقض الوضوء لأن هذا دليل أن هناك جرح في المعدة والجرح انفتح وخرج منه هذا الدم وعندنا إذا خرج الدم وسال عن رأس الجرح بطل الوضوء إذن هنا ينقض الوضوء نعم كروف كان ده وخدت فرصة يعني لا كروف شد هذا في القيء ليس في القيح والدم نعم هناك فرق إذا قاء قليلا تمام لكن القيح والدم إذا خرج حتى ولو كان قليلا هذا ناقض لأنه مثل الدم يأخذ حكم الدم تمام وإذا اختلط الدم بالبصاق ما البصاق هذه أشياء عندما أفعل هكذا هذا بصاق الشيء الذي موجود في فمي هذا بصاق إن خرج دم واختلط بالبصاق هل ينقض الوضوء أم لا قال إن غلب الدم البصاق نقض الوضوء يعني أنظر أنا فعلت في الأرض وخرج الدم وخرج بصاق أنظر هل الدم أكثر أم البصاق أكثر إذا كان الدم أكثر هنا نقض الوضوء إذا كان البصاق أكثر لا ينقض الوضوء كثيرا أحمر نقض الوضوء قليلا أحمر وكثيرا بصاق Если когда человек, да, мокрота выходит из человека, да, то с кровью смешано, да, мокрота. لو دم أكثر إذا كان الدم أكثر نقض الوضوء إذا كان البصاق أكثر لا ينقض الوضوء Если крови много, то это портит гарри. А если это мокроты много, мокрота много, то это не портит гарри. Смотрим. ما الحكم إذا كان متساويين بصاق مثل الدم ينقض لا ينقض كاظم استيقظ إذا كان البصاق نقول إذا كان الدم كثيرا ينقض إذا كان الدم أكثر من البصاق ينقض إذا كان البصاق أكثر من الدم لا ينقض لكن إذا كان متساويين البصاق مثل الدم هل هذا ينقض الوضوء أم لا دم كثير ينقض دم قليل لا ينقض إذا كان الدم مثل البصاق هل ينقض أم لا لا إذا تساويا احتياطيا ينقض الوضوء احتياط لأن الاحتياط في العبادات واجب يعني نغلب جانب الدم على البصاق فهنا ينقض الوضوء يعني إذا تساويا ينقض الوضوء لماذا؟ لأن من باب الاحتياط في العبادات حتى لا أظن لا ربما يكون زاد قليلا الدم وأنا لم أنظر فيشك في نفسه لذلك إذا كان متساويين فهنا في هذه الحالة يفعل ماذا؟ ينقض الوضوء ويتوضأ مرة أخرى احتياطيا في العبادة То есть, когда смешивается, то портит гарри. Когда смешивается, то портит гарри. То есть, когда равно? Да, когда равно. То есть, когда одинаково, портит гарри. احتياطا нет? احتياطيا احتياط هذا بعضهم بعضا يعني أستاذ. احتياط معنى احتياط. معنى الاحتياط يعني الأفضل هنا أن أتوضأ وينتقض الوضوء نعم احتياط معنى هذا. نعم الأفضل. أحتاط في العبادة يعني أفعل الأفضل то есть выбор лучшего, да, как бы, выбор лучшего. И это говорит портит гарри. То есть берем то, что является лучшим, и портит гарри. وينقضه النوم مضطجعا هناك النوم
له أكثر من هيئة، يعني ربما أنام أنا وأجلس هكذا وأنام، تمام؟ لكن ما الذي ينقض الوضوء؟ وينقض الوضوء النوم مضجعا، أي الضجع، ينام هكذا، على السرير. نعم على السرير، يضطجع على السرير، تمام. وكذلك المتكئ، اتكأ على الأرض هكذا فعل. والمستند، إذا استند المتكئ المضطجع والمستند والمتكئ والمستند والمضطجع، هؤلاء الثلاثة ينقضن الوضوء. يبقى إذا نام مضطجعا، إذا نام متكئا، إذا نام مستندا، نقض وضوءه، لأنه كله معنى واحد، أنه استغرق في النوم. Если да, человек спал лежа, да, или прислонившись к чему-нибудь, то это входит омовение говорит. Потому что он глубоко спал. Это показывает, что он спал глубоко, глубоким сном. Поэтому это портит. إيه الدليل على ذلك؟ Это уже истек, как бы, да? Отменяется, да, в смысле? Как это? Омовение, в смысле, отменяется. Да, портит. Истек, в смысле, да? Сходит. Да. تمام. يبقى ينقضه النوم مضطجعا، النوم متكئا، النوم مستندا، كل هذا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. إذا نامت العين انحل الوكاء، يعني العين وكاء السهم، والسهم هذا اسم من أسماء الدبر، السهم اسم من أسماء الدبر، تمام. فالعين وكاء السهم، كأن العين هذه طالما أنت مستيقظ لا يخرج منك شيء، وتشعر بأي شيء. طالما أنت مستيقظ تعرف كل شيء يحدث منك. لكن إذا نامت هذه العين، النبي يقول: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء، يخرج منك أشياء ربما من غير أن تشعر. ولذلك النوم مضطجعا، النوم مستندا، النوم متكئا، لذلك ينقض الوضوء، لأنك لا تشعر ربما بما خرج منك، ولذلك وجب عليك الوضوء مرة أخرى. Есть хадис, в котором Пророк сам сказал, значение хадиса, что если когда глаза спят, да, человек не знает, да, не понимает, не ощущает, что с ним происходит. Может выйти из человека что-нибудь, да, например, воздух там, такие вещи. Если когда человек спит, глаза спят, то этого не ощущает. И может выйти из человека, да, что-нибудь. А когда глаза не спят, да, как бы открыты, то он как бы ощущает, да, что с ним происходит. И есть хадис, то есть с этим значением. كذلك من نواقض الوضوء الإغماء والجنون. الإغماء، ما هو الإغماء؟ الإغماء هو آفة تعتري العقل، أي يغمى عليه لا يشعر بمن حوله. يغمى عليه إنسان، يعرفونه؟ نعم. الإغماء هو آفة تعتري العقل وتغلب عليه، ولذلك لا يشعر الإنسان بما حوله. وكذلك الجنون، إذا كان الإنسان مجنونا كذلك ناقض من نواقض الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. Если человек потерял сознание, это тоже нарушает омовение. Если у человека, да, с башкой маджуном стал, то есть маджуном стал, да? Да, разум потерял. И потом вернулся обратно, да, как бы пришел в себя. Это тоже портит омовение. لماذا؟ أنا أقول لماذا الإغماء والجنون؟ لماذا المجنون والمغمى عليه ينقض وضوءهما؟ المجنون والمغمى عليه نظرا لأن، يعني يقول هو أنهما أبلغ في إزالة المسكة. يعني إذا كان الإنسان النائم إذا تحدثت معه وناديت عليه ربما يستيقظ، لكن المغمى عليه تفعل فيه هكذا هكذا لا يعرف شيء. فهنا يعني أعصابه وجسده لا يستطيع أن يتملكه، بخلاف النائم. يعني النائم ربما يستيقظ إذا أنت قلت له استيقظ، لكن المجنون هذا والمغمى عليه ليس بسهولة أن يفيق، تمام. فلذلك أنه إذا كان هم في إزالة المسكة أبلغ، يعني هؤلاء لا يستطيعون التحكم في أنفسهم أكثر من النائم. ولذلك إذا كان النائم قلنا بأنه يجب عليه أن يتوضأ وينتقض وضوءه، فهؤلاء من باب أولى أكثر من النائم ينقض وضوءهما، لأنهم أيضا لا يستطيعون مسك أعصابهم جيدا. То есть потерявший сознание, да, почему нарушается омовение? То есть, как сказали, да, то, что человек не знает, что с ним произошло. Может
опять-таки выйти в воздух какой-то, да? И человек не ощущает, что с ним стало. Это больше, чем как бы человек, да, просто спит, да, глубокий сон. Это как бы еще больше, да, человек отходит от сознания. И поэтому это, как бы, это нарушает, да. И человек стал маджуном, да. Он тоже не понимает, может выйти от него воздух какой-то, да. И поэтому это портит омовение. Считается, что это портит омовение. هذه نواقض الوضوء. يبقى نواقض الوضوء، الوضوء ينقض بماذا؟ الوضوء ينقض بكل ما خرج من السبيلين، القبل والدبر، إن كان بول، إن كان ريح، إن كان غائط، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح مثل الدم، وكذلك القيء من الفم، وإن قاء دما أو قيحا أو صديدا أو أي شيء ينقض الوضوء حتى وإن لم يملأ الفم. وإذا اختلط الدم بالبصاق قلنا إن غلب الدم البصاق نقض، وإن لم يغلب الدم البصاق لا ينقض، وإن تساويا ينقض احتياطيا. كذلك قلنا بأن النوم مضطجعا أو النوم مستندا أو النوم متكئا كل هؤلاء ينقضن الوضوء، وكذلك الإغماء والجنون، هذا كله من نواقض الوضوء. طب ما الحكم إذا نام الإنسان يا عائشة راكعا، أو إذا نام قائما، أو إذا نام قاعدا أو ساجدا، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ Какое решение, да, здесь? Если человек спал, да, спит во время сажды, поспал во время сажды, или во время рукуа спал, или стоящийся в намазе, это портит омовение или нет? لا. يبقى إذا نام قائما، نام قاعدا، نام واقفا، نام راكعا، نام سيد، كل هذا لا ينقض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضجعا. مضجعا يعني على جنب هكذا نام. لماذا؟ قال لأنه إذا نام مضجعا استرخت أعضاؤه هكذا، فربما يخرج منه شيء وهو لا يشعر. يبقى النوم مضجعا يبطل الوضوء، النوم مستندا يبطل الوضوء، النوم متكئا يبطل، لكن قائما قاعدا واقفا ساجدا راكعا كل هذا لأنه يشعر بما يحدث. إذا نام راكعا، وهذا ربما لا يحدث، يعني لا يحدث أن الإنسان ينام وهو راكع. تمام؟ فهذا من الصعب. طيب تفضل. Yani здесь просто сам сказал, что человек, который стоит, да, и так спит, и который на руку и на сажда, это не нарушает омовение, то есть нарушает омовение, если когда человек спит лежащимся, да, лежа спит. То есть потому что его органы тела расслаблены, говорит, поэтому нарушает омовение. طيب هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ مس المرأة، إذا إنسان لمس امرأة هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ Если человек прикоснулся к женщине, это портит омовение или нет? فتاة لا ينقض. عيسى شافعي نعم. ومس المرأة عند الإمام أبو حنيفة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ذهب وصلى ولم يتوضأ. إذن هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. Скажи, что Пророк ﷺ солдат Аишу и потом пошел и на джамаат намаз совершил. Это говорит сейчас. يقول الذين قالوا أنت. نعم هو لم يفهم ترجمة رسول الله. И то есть здесь в этом в мазхабе Абу Ханифа портится, потому что переводится хадис, взяли из хадиса, что когда Пророк поставил одну из жен, то есть потом пошел и сделал намаз с джамаатом. وكذلك مس الذكر.
مس الذكر أيضا لا ينقض، إذا مس الإنسان فرجه لا ينقض الوضوء عند الإمام أبو حنيفة. لماذا؟ لحديث سيدنا طلق بن علي رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في مس الذكر شيء، إذا مس الإنسان ذكره هل فيه شيء؟ قال النبي لا، هل هو إلا بضعة منك، هو قطعة منك مثله مثل يدك رأسك هكذا، إذا أنا لمسته هكذا هل انتقض وضوئي؟ لا. وكذلك هو إذا لم يحدث شيء آخر، ربما إذا لم ينتشر، أو ربما إذا حدث وأخرج شيئا باللمس، أو تلذذ باللمس، أو وجد شهوة باللمس، هنا العملية انتقلت، ليست مس فقط، لا بل هناك شهوة، هذا أيضا هذا نقض. لكن إذا لمس فقط هذا لا ينقض الوضوء عند الأحناف. Если говорит человек потрогал, да, половой орган, то это не портит, говорит. Если никакого, то есть не был возбужден, да, в таком состоянии, то это не портит, говорит. Это как бы человек, да, как его рука, как нога, да, в таком случае не портит. طب هناك رأي آخر يقول بأن من مس ذكره فليتوضأ. مس الذكر ينقض الوضوء عند الشافعية وغيرهم، ينقض الوضوء إذا لمست الذكر هكذا 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 بأي ناحية، هنا نقض وضوءك، عليك وضوء جديد. وعندهم دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا دليل. تمام. قالوا بأن هذا الدليل مطعون فيه، أي ليس دليلا قويا، طعن فيه يحيى بن معين وغيره من علماء الحديث بأن هذا الحديث ليس صحيحا. ولذلك حديث طلق عندهم عند الأحناف هو أصح من هذا، ولذلك لا يبطل أو لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. То есть, масхаб имам Шафии, то есть портится, когда человек прикасается к половому органу. И они взяли хадис, где Пророк сказал, что прикасание полового органа портит омовение. Но сказали алимы, да, что Абу Ханифа не взял, потому что сказали, что это слабый хадис, поэтому не взяли. قلنا مس المرأة لا ينقض الوضوء، صحيح؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل السيدة عائشة كما قالت، قبل بعض النساء ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا دليل على ماذا؟ دليل على عدم نقض الوضوء بمس المرأة. طيب في الآية أو لامستم النساء، في الآية تقول أو لامستم النساء، دليل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا دليل هذا على أن اللمس ناقض من نواقض الوضوء. قال العلماء هنا معنى أو لامستم النساء، اللمس هنا لا يراد به اللمس هذا، إنما يراد به الجماع. المراد باللمس هنا الجماع، وليس المراد باللمس اللمس هكذا أو تسلم على امرأة أو تلمس امرأة. То есть, в Коране есть аят, да, когда Аллах Субхану говорит, если, да, ну, там идет аят, то, что портит омовение. И Аллах Субхану упоминает массуль ниса, яни, когда дотрагиваетесь до женщин, да, то есть здесь этот аят. А в масхабе Абу Ханифы они не взяли, да, с этим аят. То есть они сказали, что это подразумевается, когда мужчина, да, то есть совокупился с женщиной, то тогда он нарушает. Это имеется в виду это, а не просто дотрагивание, да, рукой там. Это имеется в виду. القهقهة هل تنقض الوضوء أم لا؟ القهقهة عندنا ثلاثة أشياء، عندنا تبسم وعندنا ضحك وعندنا قهقه. عندنا ثلاثة أشياء. تبسم، ما هو التبسم؟ الابتسامة تعرفونها كلكم جيد، هكذا لا بدون صوت. التبسم هو الضحك يعني بدون صوت. الثاني الضحك، الضحك بصوت منخفض. القهقهة هي الضحك بصوت مرتفع. القهقهة
بصوت ايه مرتفع. هل القهقهة تنقض الوضوء؟ نعم، القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا. هذا في الصلاة أستاذ؟ نعم. في الصلاة أو في غير نعم الصلاة؟ في الصلاة. أو في غير الصلاة؟ نعم قل هذا ولا نقول الآن حتى لا نفسد. Если громкий смех, да, портит омовение, да, то есть вопрос, то есть портит мазхабе Абу Ханифа. И у нас 3 этих есть, говорит, улыбка, когда человек улыбается и просто смеется, да, как бы, и потом уже 3 это громкий смех. И громкий смех это портит омовение, говорит. تمام يبقى Здесь Далиль, что Пророк сказал, кто смеялся, да, громким смехом, то пускай заново возьмет омовение и обновит, то есть обновит омовение и свой намаз. То есть Далиль это. تمام جيد. يبقى القهقهة في الصلاة عند الأحناف تنقض الصلاة وتنقض الوضوء، يعني تبطل الصلاة وتبطل الوضوء. طب ما الحكم كما قال الرسول؟ هل إذا ضحك في غير الصلاة أو ضحك في صلاة الجنازة، أو ضحك في سجدة التلاوة، هل ينتقد الوضوء أم لا؟ لا ينتقد الوضوء. إذا ضحك قهقهة في سجدة التلاوة أو ضحك قهقهة في صلاة الجنازة هذا لا ينقض الوضوء، لأنها الحكم، هذا الحكم ورد في صلاة كاملة فتقتصر على هذا الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خلفه ألا من ضحك منكم قهقهة في الصلاة هنا فليعد الصلاة وليعد الوضوء. وهذا بخلاف المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى القهقهة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الوضوء، تبطل الصلاة لكن لا تبطل ولا تنقض الوضوء. То, что если громкий смех, да, кроме намаза, да, то есть портит омовение, нет, говорит. Только портит во время намаза. Если, например, сажда тилява, посмеялся, да, и молитва джаназа, то это в этих вещах не портит. إلا صلاة. نعم. الصلاة فقط هي التي تنقض فيها، ينتقد فيها الوضوء. كيف أميز أن أنا ضحكت قهقهة أم ضحكت ضحكا عاديا؟ إذا سمع من بجواري صوت ضحكي هذا يعد قهقهة. يبقى القهقهة أن يسمعها جاره، وإذا سمعها جاره هنا بطل الوضوء والصلاة. То есть вы сказали, да, как смех во время намаза должен быть аль-кахаха, громким как. И как понять, да, простой смех или кахаха, то есть громкий смех. И в намазе, да, если это слышит твой, который стоит рядом, да, это слышит твой смех, هذا يبطل. يبطل الصلاة والوضوء. القهقهة إذا سمعها من بجواري، يعني إذا أنا ضحكت وشعرت بأن الرسول سمع هنا أصبح هذا قهقهة، هذا بطلت به الصلاة وبطل به الوضوء. Да, если кто слышит рядом стоящий, то это портит его на молитву и омовение. والضحك إذا سمعه هو فقط. إذا ضحك بصوت لم يسمعه من بجواره، سمعه هو فقط. А смех, который не портит, это не услышал рядом стоящий, да? وهذا يبطل الصلاة. الضحك يبطل الصلاة لكن لا يبطل الوضوء. У нас тогда 3 смеха. И второй смех, да, он посмеялся как бы, да, и рядом стоящий не услышал это, не понял. Это портит, молитву портит только, омовение. تمام. والثالث التبسم، وهذا لا حكم له. التبسم لا حكم له. هو التبسم معناه هو ابتسم ليس بصوت لم يسمعه هو ولا سمعه من بجواره. لا يقول. نعم، هذا لا حكم له، ليس، لا يؤثر في شيء، لا يؤثر في الصلاة ولا يؤثر في ماذا؟ في الوضوء. آخر شيء نأخذه الشك في الطهارة. هو شك في نقض وضوئه. ما الحكم إذا شك الإنسان في نقض وضوئه أن وضوءه انتقض؟ Но если он гнусает, то нет проблем, ну, то не считается. Но потом, сейчас мы возьмем то, что сомнение во время омовения. الشك في الوضوء. نعم، هو لا يعرف نفسه في وضوئه انتقض أم لا،
نرى هل هذا الشك أول مرة يحدث له أم هو دائما يشك. نعم. Мы должны понять так, кто сомневается, да, в своей омовении. Мы смотрим, это было первый раз, только один раз, или это продолжался. نعم. مرة واحدة أو نعم. مرة. هل الشك هذا أول مرة أم هذا الشك مستمر كل يوم يشك هو الوضوء انتقض وضوء لم ينتقض؟ نقول إذا كان الشك أول مرة أعاد الوضوء مرة أخرى. Если это был один раз, да, сомневался человек, то делает омовение заново, то есть делает омовение. لأنه تيقن بالحدث، تيقن بالنقض الوضوء. Ну, он ощутил, да, с чем-то, то есть он делает омовение заново. لكن إن كان كل يوم يشك في الوضوء، يتوضأ ويشك هل أنا وضوء انتقض أم لا، إذا كان دائم الشك هذا لا يعيد الوضوء. Если у него, да, как сомнение бывает всегда, да, сомнение, каждый день, да, он думает, портится омовение или не портится, то это не портит омовение, говорит. وذلك دفعا للحرج، يعني إذا كل يوم هو يتوضأ ويشك، يتوضأ عصر ومغرب عشاء، كل يوم هو دائم الشك في الوضوء، هنا لا يعد دفعا للحرج والمشقة مرة. إذا كان يحدث له كثيرا الشك، مستمر في الشك هو، هنا نقول له لا يعيد الوضوء مرة أخرى. لماذا؟ دفعا للحرج والمشقة عنه. То есть, если много, как сказали, да, сомнений, то есть он как отталкивает это все, и это не портит, то есть не должен заново взять, если у него всегда, да, эти сомнения. طيب ما حكم من أيقن بالحدث؟ أيقن يقينا أنه خرج منه وشك في الطهارة، ربما أكون طاهرا أنا. هنا في هذه الحالة الشك أيقن بالحدث وشك في الطهارة، هذا هو محدث ويجب عليه الوضوء. فهو هنا في هذه الحالة إذا شك في الطهارة وأيقن بالحدث، يعني تأكد أن هناك حدث، هنا في هذه الحالة فهو محدث وعليه أن يتوضأ مرة أخرى. وإذا كان بالعكس هو أيقن بالطهارة وشك في الحدث، فهنا في هذه الحالة متطهرا أخذا باليقين. هو يقينه ماذا؟ يعني 90% أنا متوضئ وأنا على طهارة، و10% ممكن أحدثته، يبقى إذن آخذ باليقين أن أنا طاهر. لا، 90% أنا محدث، ربما أنا تأكد 90% خرج مني شيء و10% طهارة، يبقى أنا هنا في هذه الحالة محدث. Если, да, почувствовал, то есть подумал, то есть убедился, что потерял омовение, как бы, омовение испортилось. Надо смотреть, какую сторону, как бы, да, он больше, как бы, склоняется. Если он 90%, он убежден, что у него есть омовение, или 80%. 100% يعني ثمنه أو 90. لا، اليقين ماذا؟ هل اليقين عندك طهارة أم اليقين حدث؟ إذا كان اليقين طهارة متأكد يبقى أنت على طهارة، إذا كان اليقين والغالب الحدث يبقى أنت محدث. Если ты склоняешься, да, туда, что у тебя есть омовение, как бы, да, и чуть-чуть немножко, да, что может испортиться, то ты не берешь омовение, у тебя есть омовение. А если ты как бы удостоверился, как бы, да, ну, склонился сюда, что у тебя испортилось омовение, и какие-то там эти есть, да, проценты как бы, то ты у тебя потерялся омовение. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.